في وقت كانت فيه قبيلة الكاي على وشك الانهيار، وفي لحظات كان عثمان يواجه الأعداء من كل جهة. كان سؤال واحد يتردد على ألسنة الجميع: أين تورغوت؟ تورغوت لم يكن مجرد محارب، بل كان أحد أعمدة قبيلة الكاي ورفيق درب أرطغرل، الرجل الذي لا يهجم في ساحة المعركة، والذي لا يتردد لحظة في قطع رقاب الخونة. لكن حين بدأ عثمان بناء دولته، وحين اشتعلت الحرب وتكاثرت الخيانات، لم يكن تورغوت موجودا. غياب غامض ومثير للشك. أين ذهب تورغوت؟ هل مرض أو انسحب؟ أم كان يرفض أمرا ما؟ تساؤلات ملأت التاريخ، لكن الأجوبة كانت قليلة وغامضة ومتضاربة. في بعض الروايات قيل إنه انسحب إلى قبيلته الخاصة ورفض الانضمام إلى عثمان. ولكن لماذا؟ ألم يكن عثمان ابن قائده؟ ألم يكن وريث العهد؟ ما لم يقل عن العلاقة بينهما أنه يبدو أن العلاقة بين عثمان وتورغوت لم تكن سهلة منذ البداية. تورغوت كان يرى في عثمان روحا شابة متمردة ومتسرعة، تسعى إلى المجد قبل أن تتعلم من الصبر. وعثمان كان يسعى إلى صناعة الدولة، لكنه في طريقه خسر أقرب الناس، وتورغوت كان يراقب من بعيد. ربما لم يريد التدخل، أو ربما أراد أن يختبر. اللقاء الأول بينهما لم يكن كما نتوقع تاريخيا. عندما التقى عثمان بتورغوت بعد غياب طويل، لم يكن لقاء عاديا. لم يكن فيه ترحيب أو عناق ولا دموع، بل كان فيه سؤال حاد أشبه بسيف وضع على الطاولة: هل تسعى إلى المجد يا عثمان، أم إلى رفع راية الحق؟ سؤال جعل عثمان يصمت، ثم يرد بعد تفكير طويل: المجد يزول، لكن الراية تبقى. ومن تلك اللحظة بدأ التغيير. تورغوت الزعيم الذي اختار العودة كان يملك قبيلة ورجالا وسلطة، وكان يمكنه أن يبقى بعيدا، لكن قلبه وذاكرته وعهده مع أرطغرل أعادوه إلى الميدان. عاد لا تابعا، بل شريكا في الطريق. عاد لأنه لا خضع، بل لأنه اختار. هل تأخر تورغوت أم كان ينتظر اللحظة؟ البعض قال أنه تأخر، لكن الحقيقة ربما كان ينتظر أن يرى في عثمان ما رآه في أرطغرل ذات يوم. وعندما رأى الصبر والصلابة والدمع الذي لا يقال، عرف أن الوقت قد حان، وأن السيف يجب أن يرفع من جديد. كلمة لم تنسى. في إحدى الليالي قيل إن تورغوت قال همسا وهو ينظر إلى خيمة السيادة: كنت خائفا من ولد أرطغرل، لكنني رأيت فيه ظلة. ومن ذلك اليوم لم يتأخر تورغوت مرة أخرى. تورغوت لم يتأخر، هو فقط كان ينتظر اللحظة التي يقتنع فيها أن الراية في يد تستحقها. وبعدها أصبح السيفان لا يفترقان. تابعونا في حلقة قادمة من حكاية رأسمالية، تأتيكم على قصة وحكاية ونتابع معكم. إلى اللقاء.